كنا في مسلسل ميد تيرم، البنت اللي حاولت تبني صداقات كتير وتكون جزء من المجموعة، وفي النهاية أذيتهم كلهم وخسرت جزء كبير حتى من نفسها. إزاي ممكن توصل لحالة زي دي؟ شخصية تيا بتورينا حاجة مهمة. أوقات الإنسان بيكون مش قادر يتحكم في تصرفاته بسبب الخوف أو الرغبة في القبول، وده ممكن يأذي الناس اللي حواليه وكمان نفسه. الأصدقاء اللي كانت حواليها كانوا مصدر دعم كبير، لكن لما أذيتهم ظهر أثر الذنب والندم وفقدان الثقة بالنفس. وهنا درس واضح عن أهمية الوعي بالعواقب قبل أي تصرف، وإزاي المشاعر السلبية ممكن تتحول لأفعال مؤذية بدون قصد. أحيانا المسلسل ده بيعلمنا أن كل خطأ هو فرصة للتعلم. تيا فقدت احترام أصحابها، لكنها اكتشفت أهمية الصراحة والاعتذار وتحمل المسؤولية. التعامل مع الأخطاء بشكل واعي ممكن يساعدنا نصحح مسارنا قبل ما نفقد علاقات مهمة في حياتنا أو جزء من قيمتنا الداخلية. تيا مش مجرد شخصية أخطأت، لكنها مرآة لينا كلنا. للأسف أوقات بنأذي الناس اللي بنحبهم بدون ما نقصد، وأوقات بنحتاج نتعلم نتحكم في تصرفاتنا قبل ما نندم. عايزة أقول لكم إن الوعي بالمشاعر والصراحة مع النفس ومع الآخرين وتحمل المسؤولية هي مفتاح جديد لتصحيح أي خطأ وإعادة بناء الثقة والمحبة مرة تانية.